السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، نعم. كان عندي سؤال بس. تفضل. أنا ساكن في بيت مكون من طابقين. مكون من طابقين، وبعد؟ الوالد والوالدة بالطابق الأولاني. وأنا عندي 23 سنة. في الطابق الثاني بسكن أنا وأختي بس. طيب، وبعد؟ فهل في ذلك مخالفة؟ يعني أنا أخت أكبر مني. هل يعني أنت وجدت ريبة ولا شيء، ولا في أي يعني النفوس والعياذ بالله عبث بها الشيطان، أو الحمد لله أموركم مستقيمة؟ والله مستقيم، لكن إحنا بنتكلم. لما أصل عفوا خلوة الأخ بأخته حلال، إلا إذا خيفت فتنة حينئذ نبتعد عن الفتنة، لكن أصل خلوة الرجل بابنته أو خلوة الأخ بأخته حلال، ما فيها مشكلة. لكن الكلام على ما إذا تولدت فتنة، هل هناك فتنة؟ هل أنت تتوق إليها؟ هل يعني التبرج واضح منها؟ هل شيطانك عبث بك؟ ده الأمور الأصل الجواز، إلا إذا وجدت الفتنة ابتعدنا عنها. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ. وياك، تفضل. شيخ، عندي مسألة في الطلاق أتمنى أن تسمعها منيح شيخ. في عمي تشاكل هو أهل زوجته، فقال لهم ببيت أهلها طالق طالق طالق. قال لهم أيوه، قال لهم هي في بيت أهلها طالق طالق طالق. في بيت أهلها. أيوه. فبقيت في بيت أهلها، هو رجع إلى البيت. طيب. لما رجع إلى البيت ناقشوا أهله وأصدقاء أنه هذه 3 طلقات تعتبر طلقة واحدة. فهو في بيت أهله قال سأكمل الطلاق، طالق طالق طالق. والثاني نهار كمان تجادل مع أصدقائه مع أهله. يعني هل كان رجعها ولا ما رجعها ولا إيه؟ لا، من أول مرة ما رجعها. أول 3 مرات عند أهلها قال طالق طالق طالق، وبقيت في بيت أهلها. الطلقات الأخيرة كلها في بيت أهله، وهي بقيت في بيت أهلها، لم يرجعها إلى البيت. والله يا أخي هذا الرجل عابس، وظن أنه ينوي الفراق التام. يعني هو لا ينوي، هو غضب، هو تشاكل مع أهلها وأخوه. أيوة، لكن كرر عدة مرات. احنا بنفتي بأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، لكن أنت الآن تقول إنه أراد أن يؤكد أنها لا تحل له، فبعد أن طلقها. أنا سأؤخر رأيي أنا الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعد واحدة وكلها واحدة، لكن الجمهور يعتبرونها لا تحل له. فهي بقيت في بيت أهلها. خلاص، ما أنا أجبتك. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ، كتاب الأعلام الزركري هل هو مصدر؟ الكتاب إيه؟ الأعلام. أعلام لمن؟ الأعلام الزركري. يعني مرجع في بابه، مرجع يعني مش كل ما قاله المؤلف مصيب فيه، لكن في الجملة نافع. تمام. في مسألة ثانية اللي هو حكم التهنئة بأعياد الميلاد لم يرد عن النبي عليه السلام هذا. هل عدم الخلخلة بين الأصابع في الوضوء يبطل الوضوء؟ لا يبطله. تخليل الأصابع، عدم تخليل الأصابع لا يبطله. والنبي لما قال للرجل خذ هذا الدلو فأفرغه على نفسك، هذا لن يتضمن خلخلة، إفراغ عام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى، بارك الله في عمرك وصحتك يا رب. وياك، تفضل. أنا اللي كنت سألت حضرتك امبارح بخصوص سورة الأحقاف. إيه سورة؟ لما الجن رجع لقومه قال إن هم سمعوا قرآن كتاب أنزل فيما معنى الآية أنزل من بعد موسى، مع إن القرآن نزل بعد سيدنا عيسى، يعني بعد. نعم، عرفت سؤالك. الله سبحانه وتعالى ذكر مقولة الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وكذلك قول ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الناموس الذي أنزل على موسى، مع أن النبي يقول أن أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي. العلماء لهم جوابان على هذا. الجواب الأول أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها وسيرته أكثرها تشابه سيرة نبي الله موسى وشريعته.
الوجه الثاني في هذا التوظيف، في هذا الجواب، أن عيسى عليه السلام لم يأتي بشريعة جديدة بل كان يعمل بشريعة موسى، إلا أنه أحل بعض الذي كان حرم على بني إسرائيل فقط، إنما كان تابعا لأن التوراة كانت أصل، ورب العزة قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. عيسى عليه السلام جاء أيضا مصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فكانت كالمتممة لشريعة موسى صلى الله عليه وسلم. فلكن في الجملة كما أجبتك بالوجهين. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. بعد إذن حضرتك بالنسبة لموضوع العقيقة، لو عندي بنتين وولد، تبقى الولد ليه كل بنت شاة والولد شاتان. البنت شاه والولد شتان. نعم. يعني الثلاثة كده أعمل لهم قد إيه بقى؟ 4 كده؟ 4 كباش، الولد كبشان والبنت شاه. تمام. طيب لازم يعني ممكن حضرتك أذبح وأوزع ولا لازم يكون في أكل؟ لا، كله جائز. ده جائز وده جائز. تمام. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لدي مسألتان. سل. بس قبل ما أسأل أستاذنك لو تقول سل يا الحبيب. نعم. قل سل يا الحبيب. سل يا الحبيب. بارك الله فيك يا شيخ. حياكم. تفضل. شخص كان يعمل في محل الأدوات المنزلية، وعمل مع صاحب المحل وكان يعامله معاملة وحشة وكلام بذيء والكلام ده، ولما جه يمشي من عنده كان ليه يومين شغل أو 3 أيام، فلما جه يمشي صاحب الشغل ما رضيش يديهم له 3 أيام. تمام. الشاب ده سرق من المحل. سرق سرقة كبيرة أو توازي أجرة ال3 أيام؟ تقريبا توازن أجرة ال3 أيام. إن كان له حق يقيني وأخذ قيمة الحق بلا زيادة جاز. وإن السرقة زادت يرجع الزيادة. طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله أنا بخير. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويبارك في صحتك يا شيخنا. يا رب وإياك. اتفضل. دلوقتي يا شيخنا كنت عاوز نصيحة من حضرتك. أنا كنت في البلد عند حضرتك يعني، فالأمور ضاقت شوية بيا في الرزق وكده، فرجعت بلدي. تنصحني بإيه يعني؟ مثلا أنا كنت أتمنى الواحد حزين، حتى زوجتي وكانت معايا والدتي وكده، فالأمور يعني أتمنى الواحد يعني يرجع تاني، بس موضوع الشغل طبعا صعب شوية، فأتمنى نصيحة حضرتك يعني. كلمنا على الهاتف الخاص تفضل. في أي وقت حضرتك؟ في أي وقت يعني؟ أقول له في أي وقت يعني، مثلا ممكن غدا الساعة 3 ظهر الناس إن شاء الله. ماشي يا شيخنا جزاك الله خيرا. الهاتف اللي هو ممكن حضرتك تقولي ولا؟ 010533383. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل.